بعد فيديو مهم الخطشير والكوستات رسمة عمالة تنزل مطر عليا. ايه يا جماعة انتوا جايين تحققوا احلامكم هنا؟ كله بيسأل انيميستا هترسم مين، محدش بيسأل انيميستا عاملة ايه. الحق عليا اني ما بحسسكوش بألامي. وطبعا فاكرين ان تأخير الفيديو ده كان لك عاملني هاف ترو، بس في سبب تاني. السبب الاولاني ان انا غالبا كده جاتلي المكرونه، واعتقد ده باين من صوتي المزكم الجميل اللي مش راضي يتعدل ابدا. اما السبب التاني انه كان في ريكوست مميز لفت انتباهي لان التو برينسلز اللي عندي ما قدروش يفهموه. ارسمي جدامون، هو في اسم بيبدا بفعل، عشان كده استعنت بجوجل ترانسليت عشان يترجم الكلام. ارسمي جدامون، هاتي القمر وارسميه، بس كده عيوني. رسمت اهو. عايزين حاجه تانية؟ كنتش عارف ان انتوا بتسموا علينا كمان، لحد ما اكتشفت ان جدامون بنفسه كان كاتب لي كومنت على فيديو. ساعتها لحظه الايجو بتاعتي دي راحت لحالها، وعرفت ان هو هيومن بين زينا عادي. واضح يا جدامون ان فانزتك بيحبوك قوي لدرجه انهم شكلهم كده عايزين نعمل فيك زي ما عملت في مهام. بس ما تقلقش، انا مش هديهم الفرصه دي ومش هفرحهم فيك، انت في ايد امينه تقريبا يعني. فتعالوا معايا نبدأ بالفقرة الأولى والمفضلة ليا، وهي فقرة الستوكينج، ونشوف هل جدامون عنده شخصية ولا لا. هو أكيد يعني عنده شخصية، بس أنا ما أقصدش الشخصية بالمعنى ده، أنا أقصد I'm too sick to explain. عندنا شخصية هنا في صورة البروفايل وشخصية في الفيديوهات. من أولها كده مزاولة، واضح إن جدامون طالع بشخصيتين، فإحنا هنرسم الاتنين. الخطوة التانية هي خطوة الريفرنس. عايزين ريفرنس كده يكون لذيذ بيجمع اتنين شباب كأنهم صحاب بياخدوا صورة سوا، بس ما يكونش صص. أوكي، دول شكلهم محترم. وانت بتتفرج عليا دلوقتي يا صديقي، خليني احرق لك كومنت انت غالبا بتكتبه دلوقتي، وهو ان صورة البروفايل دي ملهاش اي علاقة بجدامون. دي شخصية كرتونية عادية جدا من مسلسل انا مش فاكرة اسمه، بس انا على ما عرفت الموضوع ده كان اوريدي تو ليت، تقريبا كنت خلاص بخلص تلوين. فده يعلمنا ايه؟ اللي ما يعرفش يقول ما اعرفش ويسأل. وانا فعلا كنت هبعت لجدامون واسأله هو يحبني ارسم انهي شخصية اكتر، بس رهاب الاجتماعي منعني. كان ممكن تموتني، كان ممكن اموت. I really need to work on my social skills. فكانت بلان بي ان انا اتخيل ان شخصية ماركو دي اجتمعت بشخصية الاوسي في عالم موازي، وارسم ماركو فوق هنا والاوسي تحت، وتبقى كده تعش. لحد ما عرفت معلومة مثيرة عن جدامون خليت نرمي بلان بي في الزبالة، والمعلومة هي انه عاشق لريم من ري زيرو. فقررت ان استغل المعلومة دي اسوأ استغلال. انا في الستوكينج ما عنديش شم، ارحميني. فلا مؤاخذة يا حاج ماركو، هنشيل راسك من فوق هنا وننزلها تحت، نطلع راس الاوسي فوق. بالنسبة للاكسبريشن بتاع ماركو فانا خليته زي الريفرنس بالظبط، لانه مدي نظرة للاوسي كأنه بيقول في دماغه اما الاوسي فانا عايزة وشه يبقى مسهتن شوية. وكويس ان هما الاتنين بيلبسوا هوديز لاني ما بعرفش ارسم غيره. خلينا نبدأ بتلوين ماركو الاول، لان لون الهودي بتاع الاوسي اسود، وانا مش عارفة لون البشرة ده هينفع مع الخلفية السوداء ولا لا. اعتقد الاجابة بتتحدث عن نفسها، فبلاش فزلكة وخلينا في لون البشرة العادي احسن. بما ان لون شعر الاوسي ازرقيكا، فحس الفني بيقول لي خلي اللاين ارت ازرقيكا برضو، وربنا يستر. وهنضيف شعر هيتروكروميا، يا رب اكون بنطقها صح، ونخلي عين حمراء وعين زرق. واخيرا هضيف شويه بلاشر كده على الخدود، هتعرفوا ليه بعدين. بعد كده هرجع لماركو والونه بالوانه البنيه. مش عارفه ليه تسريحه الشعر قالشت مني شويه عن الريفرنس، بس مش مشكله، هو جاي بس يقول جملتين ويتك. هرجع للهودي بتاع الاوسي واضيف شويه ظلال عشان ابين الكسرات اللي فيه. ودلوقتي نخش على الشعر. درجه اللون اللي استخدمتها في الاول كانت تو ماتش ازرقيكا، فهغير الدرجه وهخليها اغمق شويه. واطراف الشعر هعملها باللون الاحمر زي الريفرنس، وهضيف برضو ضي بنفس اللون من فوق هنا عشان يبين كأن في خصلات لونها احمر جوه الشعر. انا تقريبا عملت كل حاجه زي الريفرنس، بس غيرت في تسريحه الشعر لاني كنت عايزاها تبقى مودرن شويه، فدورت على تسريحات شعر موضه للرجال 2025 وطلعت. واعذروني هروشكوا طول الفيديو رايحه جايه ما بين الشخصيتين، مش بخلص واحده على بعضها لاني مش عارفه ارسى على بر. ثانيه واحده، هو لون شعر ماركو كان اسود ولا بني؟ A few moments later. لا ده براون خالص. واخيرا هضيف بقبقات العيون وهحط الاضاءه بتاعتها برضو، بس خليت الاضاءه في عيون الاوسي مختلفه شويه عشان تبين قد ايه هو ان لاف، وظبطت له برضو الابتسامه بتاعته. مبدئيا كده احنا خلصنا، مش باقي غير
الايد. بصراحة وبيني وبينكم كده انا كنت فاكرة ان انا فلحوسة قوي وهعرف اخلع من رسم الايد طول ما انا بعمل فيديوهات، لكن جه اليوم اللي الملوخية جت فيه تحت المخرطة، واذا كنت مش فاهم المثل فانا الملوخية في هذا المثل والمخرطة هي الايد، ودينا اهو مضطرة ارسمها معاك. فخليني استغل الفرصة واديك كام نصيحة في رسم الايد. زي ما انت شاطر قوي وفاهم وعارف ان كل صباع ليه طول مختلف عن التاني، فيا ريت ما تنساش ان كل صباع ليه عرض مختلف عن التاني. يعني على سبيل المثال في الريفرنس ده الصباع اللي باين من قدام هو الصباع الصغير، فلازم وانا برسم احط في عين الاعتبار ان الصباع ده هو اصغر صباع في الايد، وبما ان ايده متنيه فطول الصباع مش باين، لكن حجمه لازم يكون صغير مقارنه بباقي الصوابع، حتى لو باقي الصوابع دي مش باينه عشان ما يطلعش معاك قد صباع الكف. تاني نصيحه، لما تيجي تبسط شكل الايد عشان تعرف ترسمها حاول تحفظ تكنيك معين تمشي عليه على طول، بلاش 500 طريقه لتعلم رسم الايد، في الاخر بتلاقي نفسك لايص وكل مره الايد بتطلع معاك كده. اما النصيحه الثالثه وهي الاهم، زي ما كل حاجه بتتعلمها بالتظليل بتاعها، فاحب اقول لك ان الايد برضو ليها تظليل ولازم تتعلم. ايه مالهاش نفس؟ والله انا بقول حكم. فكر اعمل فيديو عن رسم الايد، ايه رايكم يا جماعه؟ فيديو جاي هستناكم تقولوا لي في الكومنتات. للاسف نسيت اسجل باقي القلوب اللي كنت برسمها في الخلفيه، لكن هو ده الشكل النهائي بعد ما ضفت التكست. انا اهم حاجه عندي ان رسوماتي تكون هادفه وتوصل رساله، فانا هسيبكم انتوا توصلوا رساله لجد مو. انا حاولت اكون لطيفه قدر الامكان في رسمتي، بس المره الجايه مش هرحمك. اتمنى يكون الفيديو عجبكم واعتذر عن التاخير في الفيديو ده، بس خلاص انتوا عرفتوا اللي فيها، اخف بس واغرقكم فيديوهات كومنتات بقى ولايكات وشير واللازم منه. خدوا قبله على ما اقابلكم الفيديو الجاي. سلام يا عساسيل.